اول موظف لازم توظفه عندك مش مساعد السيلز. اول ما تفكر تكبر شغلك، مين اول شخص بيجي في بالك توظفه؟ مساعد سيلز مثلا؟ لا. سكرتير؟ لا. كل اللي بيبداوا يكبروا في شغلهم كوسطاء بيفكروا ان اول خطوه انهم يجيبوا حد يساعدهم في البيع، لكن الحقيقه البيع مش دايما هيبدا وينتهي من عندك، انما اللي هيساعدك تكبر هو اللي هيفكك من عندك الحاجات اللي بتسرق وقتك. اول شخص لازم تضيفه لفريقك هو مساعد اداري رقمي او فيرتشوال اسيستنت، لانه هيفضي لك وقتك للحاجه اللي محدش بيقدر يعملها غيرك وهي البيع. الفيرتشوال اسيستنت بيعمل ايه؟ بيرد على الرسائل في وقتك الضايع، بيرتب لك القاعده البيانيه للعملاء، بيجهز لك الرسائل الموحده والعروض، بينزل لك المحتوى اللي انت كتبته بصوتك، بيتابع العميل اللي محتاج فولو اب مثلا 3 مرات في الاسبوع. ليه ده مهم؟ لان وقتك بيساوي فلوسك، وكل دقيقه بتضيع في حاجة ممكن غيرك يعملها مكانك هي الدقيقة اللي مش بتشتغل فيها على صفقة أو استثمار أو بيزنس. الخلاصة، أنت أهم موظف في شركتك، بس لازم تبدأ تطلع من التفاصيل الصغيرة عشان تبني المنظومة. البيزنس مش بيتبني بإيد واحدة، وبيبدأ مش بمساعد يبيع معاك، إنما بمساعد يخلي وقتك متفرغ إنك تبيع أكتر.